اللي يعرفني كويس يعرف ان انا بعشق تراب مصر. بس ده مش معناه ان احنا ما نتكلمش على الحاجات اللي عايزين نغيرها. احنا عندنا مشكلة ازلية في ثقافة البيع في مصر. المشكلة دي هتلاقي نفسك واخد بالك منها من اول وانت 15 سنين لحد النهاردة، من وانت بتشتري حاجة مستعملة على الفيسبوك لحد بيبيع حاجة على الانستجرام او تيك توك، لغاية لما تكبر وجرب تشتري عقار. هي حتة ان احنا ما بنقولش السعر. تلاقي اي اعلان، تلاقي اعلان عقار حاطط لك السعر بجنيه، تلاقي حد نزل اعلان على الفيسبوك وتقول له السعر كام، يقول لك ابعت لي على الخاص. تلاقي احنا البلد الوحيدة تقريبا اللي بشوف فيها اعلانات العقارات ما بنقولش تمن العقار. تلاقي الفيديو يقول لك بص معايا الشقة الفلانية في الحتة الفلانية، هفرجك وعمالك تتفرج فيه. طب بكام يا عم؟ ابعت لي وانا اقول لك. ليه؟ لو بصيت وفكرت هتلاقي الموضوع طالع من حتة ايه، ان هو بيعايز يماكسمايز البروفيت، يعني عايز يكبر الربح بتاعه باكتر طريقة. فبيعمل كده عن طريق ان هو كل مرة حسب الحالة وحسب البروفايل اللي باعت له يسعر بطريقة مختلفة. فباعتقاد ان هو لما يسعر بطريقة مختلفة احتمال معاك انت يديك بزيادة، معاك مع حد تاني يديله بأقل، فايه يكوش على اللي يقدر يكوش عليه. المشكلة بقى يعني الريسيفنج اند بتاع المشكلة دي، انت كمستهلك انت بيطلع عينك وبتتقرف وبتضيع وقت. بدل ما الراجل يشوف يقولك السعر من الاول، فانت يعني توفر وقتك ووقته لو السعر مش مناسبك. هتلاقي نفسك بيتكلم وتروح يقول لك السعر كذا، فتقول له كذا، تقول تقعدوا في فصله، وممكن في الاخر تلاقي الموضوع ما يناسبكش. فبيضيع عليك وقتك وبتضيع على نفسه هو مجهود برضه، وبيدي لنفسه فولس سنس اوف بروجرس. يعني ايه؟ يعني بيدي نفسه احساس خاطئ ان هو ان الاعلان بتاعه شغال، لان هو بيجيله ناس كتيره بتبعت مهتمه، بس هو الناس كتيره بتبعت مهتمه عشان مش عارفه السعر. بتلاقي دي في اعلانات. انا راجل مهتم بالعقارات قوي، تلاقي اعلانات العقارات اللي كلها في الفيسبوك وانستجرام، بص عليها ابقى قابلني لو لقيت اعلان واحد بس، فيديو واحد بس قايل لك سعر الريح ده كام. مفيش. بكتير قوي ممكن يقول لك نسبة المقدم. طب وهنعمل ايه بنسبة المقدم؟ فرحتي لو نسبة المقدم 1000 جنيه وهتديني قسط 10 مليون كل شهر، يعني عملنا احنا ايه؟ فرحتي لما اقول لك هتدفع 10% وتستلم، وبعد كده تلاقي نفسك مثلا متبهدل في اقساط 20 30 سنة. يعني ما هو معلومة ناقصة وملهاش اي حاجة. ولو هو احنا كمجتمع بنتعامل بإيجابية مع الاعلانات دي، احنا بندي رسالة للناس اللي زي دي ان الاعلانات دي شغالة. وبنديهم رسالة برضو ان احنا كمستهلكين ما بيهمناش السعر كله، احنا بيهمنا طريقة الدفع. يعني انت لو عندك عربية تمنها 100,000 جنيه وحد قال لك هات 1000 جنيه وسلمها دلوقتي، ده ما يخليكش تقول حتى لو يعني لو ايه، لان ممكن يكون هيديها لك باقساط، تلاقي نفسك العربية وقفت عليك بمليون بدل 100,000 علشان نسبة وارباح ومعرفش ايه والكلام ده كله. فحتة ان المقدم قليل وحتة الكلام ده المفروض ما يكونش يعني عامل من عوامل قراراتك. انت كل قراراتك لازم تاخدها المنتج ده تمنه قد ايه، والمنتج ده متوافق مع البادجت بتاعتي ولا لا، والمنتج ده انا اقدر عليه ولا لا، والمنتج ده في السعر بتاع السوق سعره كويس ولا سعره ولا اوفر برايست ولا سعره غالي. بس مقدم كام، جو ايه، الكلام ده كله لا. فاهم؟ فيعني اتمنى الناس بتوع العقارات، واتمنى الناس اللي بتنزل اعلانات على السوشيال ميديا يعني تغير من اسلوبها شويه، ويكون في ترانسبيرنسي، يكون في نوع من انواع الشفافيه لحفظ وقتك ووقت الناس. ما تضيعش وقتك ووقت الناس وتدي لنفسك احساس كاذب ان انت بتعمل ان انت راجل بتاع سيلز كويس، وكل اللي انت بتعمله ابعت لي على الخاص، ابعت لي على الخاص، ابعت لي على الخاص. يعني لا، ما فيش ابعت لي على الخاص، لا، ده تضييع وقت ومش تضيع وقتي. ويا ريت انتوا كمان ما تضيعوش وقتكم. وخلي بالكم يا جماعه، في حاجه مهمه قوي لازم نخلي بالنا منها، ان الفول المعفن هيفضل يتباع طالما فيه عليه طلب. يعني ايه؟ يعني طول ما اي سلعة او اي اسلوب في بيع بيلاقي قابلية، طول ما هيفضل مكمل معانا في حياتنا.
الكلام ده ينطبق على كل حاجة، على أساليب بيع رخيصة زي دي، على نوع محتوى رخيص أو مبتذل أو أيا كان. ده ينطبق على كل حاجة. والموضوع لازم يتغير من جوانا. يعني لو كل واحد فينا قال يعني هو أنا لو وقفت الموضوع ده هيتغير، احنا مش هيحصل اي حاجه. يعني من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه، فان لم يستطع بلسانه. والله يعني اتمنى اكون بهون الحديث. طبعا انا مش فاكر النص بالظبط، بس هذا ده معناه. يعني انا مش بقول ان ده منكر، بس انا بقول ان المنكر ده يعني ممكن نفكر في يعني سكيل كبير. بس المنكر هو كل حاجة انت شايفها مش حلوة وشايفها غلط، بغض النظر هو موضوع حرام ولا مش حرام، ايثيكال ولا مش ايثيكال، اخلاقي ولا غير اخلاقي. بس حاجة كلنا نتفق عليها ان هي مش محبوبة او مش كويسة. بس فيعني لو انت بتاع سيلز خلي بالك، بلاش يعني والله العظيم ثلاثة، اي حد بتاع سيلز دلوقتي هيكتنز الفرصة دي ويبتدي يبيع باسلوب فيه ترانسبيرنسي وفيه شفافيه. والله العظيم ثلاثة الناس كلها هتروح عليه، لان انت هتبقى وحيد الحاجه المنوره في وسط الدنيا اللي مظلمه. وانت لو شخص مستهلك يعني بلاش تتجاوب مع الحاجات اللي زي دي. وربنا يا رب يكرم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا.